تخيلوا معايا كده شركة عمرها أكتر من قرن ونص تختفي. مش بتفلس على مدار سنين، لا بتختفي كده فجأة. دي القصة الصادمة اللي هنتكلم عنها النهاردة. إزاي تهديد من العصر اللي احنا فيه قدر يمسح تاريخ طويل قوي في لحظة. 158 سنة. يعني مش بنتكلم عن شركة لسه بدأ امبارح ولا أول امبارح، دي مؤسسة بمعنى الكلمة، شركة النقل البريطانية العريقة Knights of Old، تاريخ وثقة واسم اتبنوا على مدار أجيال بحالها. وفجأة كل ده اتمحى، راح كأن شيئا لم يكن. التناقض هنا فعلا يخض. 158 سنة من الشغل والوجود قصاد كام دقيقة بس من التدمير الكامل. طيب إيه اللي حصل بالظبط؟ القصة دي مش سيناريو فيلم، دي كارثة حصلت على أرض الواقع لشركة اسمها KNP Logistics، والاسم التجاري بتاعها اللي الكل يعرفه هو Knights of Old. القصة دي بتورينا لأي درجة إرث كامل ممكن يتبخر في الهواء. وطبعا الخسارة ما كانتش مجرد أرقام في البورصة، الخسارة الأكبر كانت بشرية. 700 موظف لقوا نفسهم في الشارع بين يوم وليلة، و700 موظف يعني 700 بيت اتخرب، 700 أسرة حياتهم اتقلبت رأساً على عقب. وهنا بقى نيجي للسؤال اللي بمليون جنيه، إزاي ده حصل؟ يعني إزاي قلعة بالحجم ده تقع بسهولة دي؟ الصدمة الحقيقية إن الإجابة أبسط مما أي حد يتخيل. قبل ما ندخل في التفاصيل خلينا نوضح نقطة مهمة قوي. الهجوم ده تم عن طريق حاجة اسمها برامج الفدية أو الرانسوموير. دي باختصار شديد فيروس بيخش على سيستم الشركة، يقفل كل الملفات بقفل ومفتاح ويقول لهم عايزين المفتاح ادفعوا. طيب إيه هي الثغرة اللي دخلوا منها؟ مش نظام معقد ولا تكنولوجيا فضائية، لأ، كانت كلمة سر، باسورد واحد بس، باسورد ضعيف لموظف. الهاكرز حرفياً خمنوه، مش اخترقوه، لأ، خمنوه. الموضوع كان بالبساطة دي. وبمجرد ما دخلوا، الموضوع ما كانش عشوائي خالص. الهاكرز دول كانوا منظمين جداً وعارفين بيعملوا إيه. كانت خطة مرسومة ومدروسة، كأنهم بيلعبوا شطرنج، وكانت دي حركة الكش ملك اللي قضت على كل حاجة. العصابة دي اسمها أكيرا، كان ليها خطة من 4 خطوات واضحة ومباشرة. أول حاجة، خمنوا الباسورد الضعيف ودخلوا. تاني حاجة، من خلال الموظف ده سيطروا على الشبكة كلها. تالت حاجة، شفروا كل البيانات، كل حاجة وقفت. بس الضربة القاضية، الضربة اللي فعلا قضت عليهم، كانت رابع خطوة، مسحوا كل النسخ الاحتياطية. يعني مفيش أي فرصة للرجوع، صفر. والأغرب من كل ده، الرسالة اللي سابوها، رسالة كلها برود وثقة، بيقولوا فيها لو بتقروا الكلام ده فده معناها إن البنية التحتية لشركتكو ماتت، يلا نحاول نبني حوار بناء. أسلوبهم احترافي لدرجة مرعبة. ده بيورينا قد إيه الموضوع اتحول لبزنس منظم ومخيف. يعني السيناريو كان فعلا كابوس. كل سيرفر، كل باك اب، أي ملف ممكن يرجعوا منه أي حاجة، كل ده اتدمر واتمسح. الشركة كانت مشلولة تماماً، مفيش أي طريق للرجوع، كل الأبواب متقفلة. طيب طلبوا كام عشان يرجعوا كل ده؟ 5 مليون جنيه استرليني. طبعاً رقم ضخم جداً، الشركة مستحيل كانت تقدر تدفعه، وببساطة ما كانش معاهم المبلغ ده. طيب السؤال هنا، هل المشكلة كانت بس في قوة الهجوم؟ لا، الكارثة الحقيقية كانت في سلسلة من الأخطاء والفشل الداخلي اللي خلت الشركة دي عاملة زي بيت من ورق، أي هفوة هوا توقعه. الموضوع ما كانش مجرد غلطة واحدة، دي كانت كومبو من الكوارث. بصوا كده، كلمات سر ضعيفة في كل حتة، مفيش حاجة اسمها مصادقة ثنائية أو MFA. والباك اب بدل ما يكون معزول ومحمي، كان متوسع بالشبكة، يعني كان هدف سهل. ضيف على ده إن تأمينهم كان أي كلام، وما كانش عندهم أي خطة واضحة للتعافي من الكوارث. كل غلطة من دول كانت بتسلم للتانية زي قطع دومينو بالظبط. وهنا بقى نشوف حجم الكارثة المالية. بوليصة التأمين السيبراني بتاعتهم كانت بتغطي 1,000,000 جنيه استرليني بس، والمطلوب منهم كان كام؟ 5 مليون، يعني فجوة 4 مليون جنيه. ده بيوضح إنهم كانوا مقدرين الخطر بشكل غلط تماماً، بعيد كل البعد عن الواقع. قصة نايتس اوف اولد دي مش مجرد حدوتة عن شركة حظها وحش، لا، دي صفارة إنذار بتضرب في ودن كل الشركات والمؤسسات مهما كان حجمها كبير أو صغير. العبرة اللي هنا ممكن أي بزنس يتعلم منها. والمقارنة دي بتلخص كل حاجة. بصوا الفرق، نايتس اوف اولد اتقفل عليها الضبة والمفتاح بعد هجوم الفدية. في المقابل بقى شركات تانية زي ماركس سبنسر أو ترافليكس اتعرضوا لهجمات ممكن تكون أشرس كمان، بس قدروا يكملوا. ليه؟
لأن الفرق كله كان في كلمة واحدة: الاستعداد. يبقى السؤال، إيه اللي ممكن يتعمل عشان نتجنب مصير زي ده؟ في خطوات عملية واضحة. أولاً، لازم يكون في سياسة صارمة لكلمات السر، ولازم يكون في مصادقة ثنائية. ثانياً، تدريب الموظفين كلهم لأنهم خط الدفاع الأول. ثالثاً، النسخ الاحتياطية لازم تكون معزولة عن الشبكة وتتجرب كل فترة. رابعاً، لازم كل شركة تقيم حجم الخطر المالي الحقيقي اللي ممكن تتعرض له. وأخيراً، لازم التأمين يكون على قد الخطر ده مش أقل. الخلاصة من كل ده إن الأمن السيبراني ده ما بقاش مجرد موضوع يخص قسم الاي تي، لا، ده بقى موضوع حياة أو موت للبزنس كله. كلمة سر واحدة ضعيفة كانت كفيلة إنها تمحي تاريخ عمره 158 سنة. وده بيوصلنا لأهم سؤال لازم كل مؤسسة تسأله لنفسها: إيه هي أضعف حلقة في دفاعاتنا؟ والإجابة في أغلب الأحيان مش بتكون جهاز أو سوفت وير، بتكون الإنسان.